مساء السكر. تعالوا نعمل بلفة جلاش وكيلو لبن، حاجة حلوة فخمة جدا، تحس ان انتوا جايبينها من احسن محل حلويات، وهي مفيش ابسط منها. كمان مش هنقعد نورق ما بين كل طبقة وطبقة من الجلاش، لا لا لا، ان شاء الله هنعملها بطريقة سهلة جدا. هنعمل صينية جلاش بكريمة الشهد، سكرها مظبوط، حاجة كده سكرها خفيف، وكله يعني بدل ما تاكلي قطع لا، واحدة واتنين وتلاتة وما شاء الله، وكمان توزعي على جيرانك وتبسطيهم. يلا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونبدا في وصفتنا. اول حاجه هنحضرها هي الشربات. هعمل شربات خفيف كده حلو وجميل للجلاش بتاعي. مقاديره ايه يا ست الكل؟ ورقه وقلم. كوبايه سكر، كوبايه ميه، معايا معلقه كبيره من عسل الجلوكوز، لو مش متوفره استغني عنها. اهم حاجه وانتي بتحطي الميه على السكر هتحطي الميه في النص، علشان السكر ما يطلعش على الاطراف ويسكر معاكي. برفع الشربات على النار على اصغر عين عندي على البوتاجاز بدون تقليب. اول ما العسل يدوب من المعلقه برفعها مع اول غلوه مع الشربات. بضيف عصير نص ليمونه ما يعادل معلقه كبيره من عصير الليمون. بعد كده بهدي النار تكون اقل من المتوسطه. بحسب على التايمر 8 دقايق. في اخر دقيقه بضيف نقطتين من الفانيليا او باكيت فانيليا اللي هو بجنيه ده، مفيش اي مشكله. بحسب دقيقه بعد ما احط الفانيليا واطفي النار واسيب الشربات يبرد. للكريمه بقى معايا كيلو لبن بقري او جاموسي المتوفر عندك. معايا 100 جرام من السكر ما يعادل نص كوباية. كوباية من جوز الهند 100 جرام. 150 جرام من سميد البسبوسة الناعم ما يعادل كوباية من مج الشاي اللي هو 200 جرام من المية. مج الشاي العادي الابيض الشفاف ده اللي احنا كلنا بنشرب فيه شاي. بقلب المكونات دي كلها على البارد بالشكل الحلو ده. لو هتعملي بقى الكريمه تاكليها لوحدها هتحطي كوبايه من السكر بدل نص كوبايه اللي هو 200 جرام. اما انا هحطها في الجلاش، بما اني هسقي شربات فانا حطيت نص كوبايه بس، واوعي ما تضيفيش سكر هيطلع عادب معاكي الكريمه خالص. كمان ضفت 150 جرام من الزبده، ممكن نقللها او نزودها، ما يعادل كوبايه الا ربع. بتدي طعم خطير للكريمه. كريمه الشهد خطيره خطيره خطيره، جربوها وادعولي. برفعها على نار متوسطه مع التقليب المستمر لحد ما القوام يتقل معاكي. اخر دقيقه بضيف نقطتين فانيليا باودر او فانيليا سائل. ما تكتريش الفانيليا علشان ما يمررش معاكي. اهم حاجه طول ما هي على النار انا بقلب وايديا ما بتروحش في اي حته. بعد كده لحد ما تستوي كويس وتبقبق حلو كده واطفي عليها. اروح اجهز الصينيه بتاعتي. صينيه مقاس 30 في 40، مربعه او دائره على حسب المتوافر عندك. بجيب لفه جلاش نص كيلو. اهم حاجه يا ست الكل الورقه اللي تحت تكون سليمه علشان ما تكسرش معاكي الجلاش لما تيجي تفرديه. اول حاجه انا ضفت ورقتين من الجلاش بالعرض، وكمان ضفت 2 بالطول، وارجع تاني افرد ورقتين بالعرض. انا اهم حاجه اطراف الصينيه يكون عليها ورق من الجلاش. انا استخدمت تحت قد ايه؟ حوالي 8 ورقات. لفه الجلاش بتاعتي ما شاء الله ما شاء الله لفه كبيره، حوالي بتوزن لي نص كيلو. في لفه جلاش بتوزن 350، لو اللفه اللي بتوزن 350 هتبقى لفه حوالي لفه ونص. تمام كده؟ تمام. بعد كده بضيف الكريمه لما بتكون هدت، يعني حوالي من 5 دقايق 3 دقايق مش اكتر من كده. وبعدين بضيفها على الجلاش اللي انا فردت يمين وشمال. اهم حاجه ان يكون ورق الجلاش ليه اطراف. بسويها بسكرابر او اسباتيولا على حسب المتوفر عندي. اهم حاجه يبقى الوش ناعم واملس. وبعد كده بقفل على الكريمه بورق الجلاش بالشكل الحلو ده. اهم حاجه الكريمه ما تطلعش من الجوانب علشان ما تتحرقش منك. اخر حاجه بضيف الثلاث او 4 ورقات المتبقيين عندي على الوش بالشكل الحلو ده. ابدا ان انا اساوي الاطراف. انا عندي لفه الجلاش اتقطعت مني فحطيتها وكانت طالعه حلوه جدا، ما تلاقيش خالص لان انا هقطع مكان القطع بالظبط. سويت الجلاش بالشكل الحلو ده. ويفضل ان ورقه الجلاش عندك اللي هي 3 او 4 ورقات يكونوا متساويين، اللي على الوش ما يكونوش مقطوعين. بس لو زي مفيش اي مشكله. انا سويتهم، دخلت الاطراف كده بالسكرابر، جبت سكينه. اهم حاجه السكينه تكون حاميه جدا علشان ما تهلكيش ورق الجلاش. وابدا بقى ان انا اقطع. التقطيع ده على حسب ذوقك، تقطعي قطع كبيره قطع صغيره مفيش اي مشكله. انا اول حاجه قطعت بالطول ورجعت قطعت بالعرض. انا عاوزه المربعات بتاعتي تكون صغيره، ما يكونش حجمها تقطيعه بنزل بيها لتحت، يعني السكينه تنزل لاخر الجلاشه من تحت. تمام كده. انا قطعت كده مربعات صغيره. لو انت عاوزه حجم كبير مفيش اي مشكله،
زي ما تحبي، اهم حاجه السكينه بتاعتك تكون حاميه. معايا كوبايه الا ربع من السمنه، ممكن نستعمل نص كوبايه سمنه ربع كوبايه من الزيت، هيكون نتيجه ممتازه. طيب يا نهى انت حاطه سمنه كتير. لا، انا بعد لما بخلص الصينيه وبتطلع من الفرن ببدا ان انا اصفي السمنه الزياده. يبقى كده احنا مش هنقلق من السمنه الزياده، بس اهم حاجه ادوها سمنه زياده علشان تورق معاكم وتطلع التوريقه تحفه في النهايه. انا وزعتها كده وبدات ان انا اوزع يمين وشمال، هتتوزع معاكم بكل سهوله، مفيش ابسط من كده، وان شاء الله تطلع مورقه وتحفه معاكم. الوقت ده بروح اسخن الفرن على درجه حراره 160 على الرف الاوسط. على الشبكه الفرن شغال من تحت بس، النار تكون متوسطه ما تكونش عاليه علشان الجلاش يورق معاكم وكمان ياخد لون حلو. هتاخد قد ايه في الفرن؟ من 25 ل 30 دقيقة. تاخد لون حلو من تحت، بطفي من تحت واشغل الشواية مع المتابعة، هتطلع لكم اللون الرهيب ده. اول ما يطلع من الفرن بنصفي السمنة الزيادة ونسقي الجلاش بالشربات، الشربات يكون بارد، الجلاش يكون سخن، وبعد كده نسيبه لحد ما يبرد، وبعد كده نقطع وهيطلع بالجمال والحلاوة دي. الجلاشة مقرمشة ما شاء الله، مورقة من فوق ومن تحت طبقات، اللهم بارك. الكريمة تحفة 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 وطبقة مظبوطة، شكلها تحفة وطعمها يجنن. الوصفة بكل التركات اللي قلت لكم عليها هتطلع معاكم رهيبة. احب اشكر صاحب الوصفة اللي انا اتعلمتها منه الشيف حازم، وما ننساش حق ربنا ان احنا نطلع طبق حلو كده لجيراننا قبل ما ناكل من الحاجة اللي احنا عاملينها. نطلع طبق لله بنية شفاء، بنية دعوة ان هي تستجاب. مع السلامة، اشوفكم قريب وما تنسونيش من دعوة حلوة.